تعالوا اقول لكم على طريقة البندورة الفلسطيني بس على الطريقة المصرية. في طاسة على النار هضيف زيت زيتون. بعد كده هجيب الطماطم واقطعها بالشكل ده وابدأ ارصها زي ما هي بتقشر في الطاسة. هغطيهم يعني 5 دقايق او اقل. بعد كده هرفع الغطا واقلبهم على الجنب التاني. بصي اتحمرت كده وشكلها جميل ازاي. هي ما بتاخدش وقت على الجنبين، يعني الجنبين ممكن 5 دقايق. عايزه اقول لكم ان الاكله دي بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه وطعمها حلو قوي. احنا ممكن نضيف معاها توم وممكن نضيف معاها كمان فلفل حار ونخليهم كلهم يستووا مع بعض مع زيت الزيتون. بعد كده بنشيل القشر اللي على الطماطم، وزي ما انتوا هتشوفوا معايا كده هتلاقوه بيتشال بمنتهى السهوله وبيتفصل بسرعه. اللي حابب يقشر الطماطم قبل ما يحطها ممكن، بس انا شايفه ان الطريقه دي اسهل. ريحه الطماطم طبعا مع زيت الزيتون جميله اصلا وهي بتتشوي كده. بعد كده هبدأ اهرسهم بالشوكة كلهم مع بعض، وهضيف عليهم البهارات. هضيف عليهم ملح وفلفل اسود وزعتر، وطبعا الزعتر ده اساسي في الوصفة. هضيف عليهم كمان رشة من التوم الباودر عشان انا ما حطيتش هنا توم صحيح، لان الوصفة الاساسية بيكون فيها توم فريش متقطع ومعها كمان فلفل حار. وبنهرسهم كلهم مع بعض بالشوكة. عاوزة اقول لكم ان الريحة روعة والطعم خطير. بصوا بتاكل بالعيش كده طعمها حلو جدا. انا ضفت عليها بقى التاتش الاسكندراني بتاعنا. ضفت عليها قطع من السجق وشوحتهم مع بعض، ولو حسينا انها محتاجة ربع كوباية مية ممكن اضيفها. وبكده استوى معايا. بعد كده هضيف عليه فلفل، ممكن اضيف فلفل رومي او حار، انا بحب احطه في الاخر عشان بحب يبقى الفلفل ظاهر قطع كده في الاكل. وبكده طاسة السجق جهزت معايا، بس باقي ليها اضافة اخيرة هنرجع لها بعد شوية. في بولة عندي هضيف فيها معلقة من الثوم المفروم، هضيف فيها معلقتين من الزعتر، هضيف كمان زيت زيتون وملح. وبعد ما اخلطهم مع بعض هبدأ ادهن بيهم قطع العيش الفينو، انا قطعته قطع وهدخله تحت الشواية عشان ياخد وش ذهبي. وعشان كده انا ما ضفتش في الوصفة الاساسية توم فريش صحيح، لان انا طبعا عملت حساب ان انا هدهن العيش ده بالثوم والزعتر. فمفيش داعي ان يبقى فيه في الوصفة توم فريش والعيش توم فريش، فهيبقى كده الطعم صعب يعني. لكن لو هناكلها بعيش بلدي عادي يبقى نضيف في بداية الوصفة توم. بعد كده هضيف شرايح من التشيدر او التركي او موتزاريلا مع رشة زعتر. ضفت كمان رشة من الشبت، اولا كسر اللون الاحمر شوية زائد ان هو ادى طعم وريحة حلوة جدا. والجبنة ساحت ما اخدتش ثواني. وبكده الاكلة جاهزة عندي، طعم وريحة جنان. الميكس ده كله مع بعضه مخليها خطيرة. الجبنة مع السجق والزعتر وزيت الزيتون وطريقة الطماطم على الطريقة الفلسطيني مودية الأكلة في حتة تانية. والجميل بقى في الموضوع ان الأكلة كلها ما خدتش 10 دقايق مع بعض. تجهيزها سريع جدا وسهل جدا. شايفين جميلة قد ايه. هجربها كمان بالعيش اللي انا حمصته في الفرن معاكم. طعمها خطير. بصوا جميلة ازاي. ممكن نستكفي بالوصفة دي كده تمام، وممكن نضيف إضافة تانية. قبل ما أضيف الجبنة أو الشبت أضيف كمان بيض. أنا ضفت هنا بيض مقلي معاها، خلت الوصفة ليها طعم تاني خالص. يبقى كده أنا عملت معاكم النهاردة 3 وصفات في وصفة واحدة. عملت أول حاجة البندورة الفلسطيني لوحدها، ضفت عليها التاتش الاسكندراني بتاعنا بالسجق، ضفت لها كمان بيض لو احنا حابين نزود قيمتها الغذائية أكتر. اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي أول مرة يشوفني أنا شيري إمام. دمتم بصحة وهنا.